البداية. إذا نتابع هذه الآن محاولة الآن خطيرة، هدف ولا أروع، هدف ولا أروع، هدف ولا أروع ولا أجمل، هدف ولا أروع. قلت بأنه رائحة الهدف تفوح، ولكن هذه الآن لم تفوح بألوان الخريبكية بقدر ما فاحت بألوان برتقالية بركانية. أكيد نتابع الآن هذه التمريرة. إذا نتابع هذه المحاولة، كانت محاولة تمريرة ممتازة مرفوعة، العقدي لم يبعد، ويمكن أقول بطريقة اللاعبين الكبار، بطريقة اللاعبين الكبار. وأعزائي مشاهدينا الكرام أبناء السبعينات، سأدعوكم للتذكر معي من هو اللاعب الدولي الذي كان يجيد مثل هذه التسديدات. المغرب التطواني. إذا نتابع الآن هذه محاولة خطيرة، محاولة وفرصة الهدف الثاني. أوي 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 أوي، نجم المباراة، نجم المباراة حمدي العشير، نجم المباراة بامتياز حمدي العشير، نجم هذا المباراة حمدي العشير. واقع هدفين للصفر، نتيجة ثقيلة وقوية على فريق أولمبيك خريبكا. دقيقة 29 هدفين للصفر، وفريق أولمبيك خريبكا هو المستضيف لهذه المباراة. أمر صعب وصعب للغاية. إذا حمدي العشير، كرة كانت جميلة، ارتقاء جيد، كذلك التمريرة كانت ولا أروع، التمريرة كانت ولا أروع. فيمكن أن أقول بأنه جبارة وقوية من أجل العودة في النتيجة على الأقل خلال هذه الجولة الأولى. على الأقل فريق أولمبيك خريبكا مطالب بتسجيل هدف. نتابع هذه المحاولة، ومحاولة ممتازة بتبركانين، وكأنه برشيد تبركانين، وكأنه برشيد تبركانين يتجاوب مع كلامي. إذا رشيد تبركانين يسجل الهدف بطريقة جيدة. إذا رشيد تبركانين، نتابعوا الآن أي تراخي. قلت بأنه وأكيد بأن كل من كان معي قبل بداية المباراة اشتميت رائحة الأهداف بشكل كان جلي منذ بداية، كذلك بأنه العجلاني لم نتابع الحكم ماذا يقول. الحكم ورقة صفراء. هل الجديد خلال هذه المباراة؟ جديد خلال هذه المباراة يمكن أقول بأنه جديد خلال هذه المباراة. نتابع الإعادة. الحكم يعتبر أنه ما فعله لمحمدي، ما فعله لمحمدي يستحق ضربة الجزاء. ضربة الجزاء، ضربة الجزاء فوزي عبد الغني، ويسدد فوزي عبد الغني، فوزي عبد الغني يسدد. أعتقد بأنه مباراة كامتيل بعد أن كان ضيعت من أساس ضربة الجزاء، الآن اتيحت الفرصة وعاد ليتنفس الصعداء المدرب العجلاني. وأعتقد بأنه نهضة البركان ضيعت مفعول الهدفين الجميلين اللذان سجل خلال الجولة الأولى. إذا يمكن أقول بأن